عيدكم مبارك. مثل كل سنة، أنا كل سنة لأن متعودت من ربعي اللي كانوا عندي كنت ساكنة بالأحمدي، فربعي كلهم دور مداري كانوا من الجالية الفلسطينية، كانوا ربعي حيل علموني حتى أسوي ريحة الكعك. شفتوا الكعك هذا ريحته اللي نحطه فيه، حتى هذا أنا مسويته، علموني عليه شلون أسويه. ان شاء الله في يوم من الايام ابي اسوي قدامكم. انا كل سنه متعوده اسوي اساور الكعك، هذول المدون وايد احبه، وايد اسويه، يمكن يقعد معي بعد 3 اشهر لان احطه بالفريزر او لحد اسافر اودي معي. والله طريقه حلوه وسهله، ما احط فيه ولا نقطه ولا قفشه طحين. مثل ما شفتوني حتى الطحين السميد الفرخه اللي بالجمعيه يصير سميد ناعم، انا اطحنه بالبيت، اجيب السميد العادي الخشن واطحنه مثل ما وريتكم بالفيديوهات اللي قبل. عندي 3 ل 4، انا خلينا نقول 4 كيلو طحين. طبعا كل كيس فيه 750 جرام، انا حطيت 4، حطيت تقريبا بدون مقادير والله، بس امانه هذا قلاص شكر زين. حطيت قفشه كبيره محلب، وحطيت قفشه هذا اليانسون الخالي الساده ما في شيء، وحطيت قفشتين من ريحه الكعك مالتي اللي انا مسويتها، وبحط تقريبا قفشتين حليب بودر بس كافي، اوكي، وبحط طبعا رشه ملح زين، اوكي. هذه دائما شغله 3 ايام او 2.5 يوم. هذه اول ليله راح احطه ليه باكر، اليوم راح ابسبسها، راح افركها بايدي افللها بالسمنه. طبعا نجاح اساور الكعك او المعمول في شنو؟ البقره الحلوب، السمنه افضل سمنه مو بالسوق، بالعالم كله. انا استعمل دائما هذه البقره الحلوب، هذه فيه تقريبا كيلو 600، على كل كيلو راح احط نص كيلو، يعني تقريبا هذا كيلو و600 جرام، راح يعني يكفيني حق المقدار هذا كله. وراح احط الحين الليله راح ابسبسه، ما راح احط خميره وايد، هذه القفشه بس، ما راح احط وايد. فالحين اخلطه كله واحط الدهن سمنه يعني ابسبسه بايدي.